بعبع المجتمع وكابوس كل الطلاب وأسوأ حاجة ممكن تعيشها في حياتك، الثانوية العامة. أنا عارف إن الفترة دي صعبة على ناس كتير. نتيجة الثانوية ظهرت، في ناس مبسوطة بالنتيجة وفي ناس زعلانة وفي ناس محبطة، في ناس كارهة حياتها، في ناس أهلها ضاغطين عليها، وفي ناس طالع عينيها. بس خلونا أحكي لكم قصتي، يمكن تخلي اللي زعلان ما يزعلش ويحس فعلا إن هي فترة وعدت بحلوها وبمرها وبنتيجتها كمان، سواء حلوة أو وحشة. أنا كنت في ثانوية أزهرية علمي، والمفاجأة إن أنا كنت في السجن في وقت الثانوية، في وقت الامتحانات، في وقت الدراسة. السنة كلها كنت في السجن، ذاكرت واتعلمت وعملت اللي عليا وسعيت، وكل اللي كان في دماغي إن أنا بعمل اللي عليا وبس. ما ببصش للنتيجة، سواء نجحت أو ما نجحتش ما كنتش ببص فيها. يمكن الظروف اللي أنا كنت فيها أو الفترة اللي أنا كنت فيها دي هي اللي غيرت تفكيري بالشكل ده، لأن أنا كنت بعيد عن المجتمع اللي الناس عايشة فيه بره، اللي هو ضاغط على الناس بره. بس عايزك تتخيل معايا حجم المعاناة اللي أنا كنت عايش فيها. كانش معايا موبايل، كانش معايا مدرسين، كتب كانت بتدخل بصعوبة جدا، كان بيحصل تفتيشات كتير وبتتاخد مني الكتب، كنت بترحل، بروح سجن لسجن لسجن، كنتش مستقر في مكان. فالمعاناة فعلا كانت صعبة. وافتكر موقف، كنت أنا وواحد معايا، احنا بس الاتنين اللي كنا أزهر، وكانت بتجيلنا لجنة في السجن عشان تمتحننا، وأنا وهو كنا علمي، كان في اتنين أدبي وأنا والشاب ده كنا العلمي. ففي مادة الفيزياء احنا المفروض بنخرج للجنة الساعة 9، أول ما العنبر بيفتح المفروض إن بيجي الشاويش يفتح لنا الباب. كان في واحد معانا تاني، الاتنين اللي هم الأدبي كانوا في عنبر تاني، إن هم ما كانوش سياسي. الشاويش كان بيجي ياخدنا ونروح العنبر التاني على أساس إن احنا نجيب الشباب التانية ونروح كلنا على اللجنة. الشاويش دخل العنبر بيحطنا في مكان كده صغير زي الحجز، المفروض ان الامتحان الساعة 9، احنا رايحين العنبر التاني دوت الساعة 8:30. دخل الشاويش عشان يجيب الشباب اللي هيجوا يمتحنوا معانا، نستنى 10 دقايق. كل يوم بنروح نجيبهم، مكانش بيتأخر بالشكل ده. قعد ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، ساعة عدت، نص الامتحان راح علينا. طب نعمل ايه؟ نزعق، نتخانق، مفيش حد بينادى عليه، مفيش حد بيبص علينا حتى. جه الشاويش لقيت صاحبي اتعفرت راح ضربه. يا نهار ابيض! اول ما ضربوا يسكتوا ما يسكتوش، راحوا ضربنا، خدونا التأديب. راح مني 3 مواد بسبب المشكلة دي. بعد التعب اللي انا تعبته في المذاكرة وفي المجهود اللي انا بذلته، ضاع مني 3 امتحانات كده بدون سبب. الحمد لله يعني امتحنتهم بعد كده في الملاحق ونجحت الحمد لله، وجبت 73% في أزهر وعلمي، مجموع مش قليل، وعدت الحمد لله. وكانت مرحلة أنا اعتبرتها بالنسبة لي هي مرحلة، باخد الحلو منها وبسيب الوحش منها. مش فارق معايا بعبع المجتمع اللي احنا عايشين فيه، كلامهم على الثانوية العامة والدوشة اللي بتحصل كل سنة على الثانوية العامة. والحمد لله خرجت، سافرت، كملت تعليم، خلصت، بشتغل، والحمد لله الدنيا ماشية. هي مرحلة يا صديقي. عشان كده لو نتيجتك طلعت وانت مش مبسوط منها، حابب اقول لك حاجة: ما تزعلش واحمد ربنا. احمد ربنا انك حر، واحمد ربنا انك وسط اهلك، احمد ربنا انك لسه عندك فرص كتيرة جدا، ولسه الدنيا مفتوحة قدامك. انت حرفيا في اول خطوة في حياتك، لو كانت الخطوة دي مطب عديه وكمل، ما توقعش. يعني ممكن تعتبره ان هو باب من ابواب الحياة وقفل في وشك مرة واحدة. شوف غيره وكمل. شوف انت بتحب ايه، طور من نفسك فيه، اعمل الحاجة اللي بتحبها بجد. صدقني دي نصيحة اخوية، اعمل الحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي انت بتقعد عليها بالساعات، ما بتتعبش من ألمها. ألمها أو تعبها بالنسبة لك أنت بتستلذ بيه، بتحبه، مستمتع بيه. درجتك في الثانوية العامة مش نهاية حياتك، ولا حتى رقم على ورقة هو اللي هيحدد قيمتك. قيمتك أنت اللي هتحددها بنفسك. الفترة الجاية هتبقى هي أصعب فترة في حياتك، لازم تستغلها صح بجد. صدقوني الحياة بتدي فرص كتير، لكن محتاجة بس الشخص اللي يستغلها. محتاجة منك صبر وروح وعزيمة قوية تكمل بيها. افرح انك مريت بمرحلة زي دي في حياتك. في ناس جنبنا مش عارفين ان هم يعيشوا الفترة دي.
حلوها أو مرها، مش عارفين أصلا يعيشوها. احمد ربنا على النعمة دي نعمة ما ينفعش إن احنا ننساها، وصدقني إن اللي جاي ممكن يكون أحسن بكتير من اللي راح منك. استغل الفترة الجاية كويس، وربنا يعينك ويوفقك. ولو احتجت مني أي مساعدة اكتبولي في التعليقات، شاركوا معايا وأنا مش هتأخر عنكم. السلام عليكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.